بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الحلقة من برنامجنا أي الصحابة أنت سيكون عن النذر في الإسلام من خلال مرويات ابن عمر رضي الله عنهما. عن التابع الجليل سعيد بن الحارث قال: كنت عند ابن عمر فأتاه مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بأرض فارس، فوقع فيها وباء وطاعون شديد، فجعلت على نفسي أي أنذرت لئن سلم الله ابني ليمشين إلى بيت الله تعالى. فقدم علينا ابني وهو مريض ثم مات، فما تقول يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر: أولم تنهوا عن النذر؟ وأسهب ابن عمر قائلا: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول: النذر لا يأتي بخير ولا يرد شيئا، لا يقدم شيئا ولا يؤخره، أي إنه لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، هكذا في أغلب الروايات، وفي بعض الروايات يستخرج به من الشحيح. وزاد ابن عمر مخاطبا مسعود بن عمرو أبو عامر قائلا له: أوفي بنذرك. فقال أبو عامر: يا أبا عبد الرحمن، كنية ابن عمر، إنما نذرت أن يمشي ابني وقد مات. فقال ابن عمر: أوفي بنذرك. فقال سعيد بن الحارث: فقلت لأبي عامر: أتعرف سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. قلت: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك. قال: فأخبرني أنه قال له: امش عن ابنك إلى بيت الله. قلت: يا أبا محمد، وهي كنية سعيد بن المسيب، وترى ذلك مقبولا؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على ابنك دين لا قضاء له فقضيته، أكان ذلك مقبولا؟ قال: نعم. قال: فهذا مثل هذا. هذا الحديث في مجمله أورده مسلم في باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا. والنذر عهد يقطعه الإنسان على نفسه ويلتزمه، ولم يكن من قبل لازما. وكانت العرب قبل الإسلام تنذر القرابين لأصنامها، وكانت تعتبر الوفاء بالنذر نوعا من المروءة والشهامة. فلما جاء الإسلام جعل النذر لله تعالى، وجعله عهدا لله وحده بشيء من الأشياء، فأكثر المسلمون من النذر، لما مدح القرآن الكريم الوفاء بالنذر وجعله من صفات الأبرار لقوله تعالى: يوفون بالنذر. وهذا النهي عن النذر يرشدنا إلى ما يلي: أولا، أن سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير نشاط. ثانيا، ويحتمل أن النهي يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره. وشأن العبادة أن تكون خالصة لله تعالى. ومن صور المعاوضة في النذر بحيث أنه لو لم يحصل للناذر ما نذر فإنه لا يؤدي الطاعة التي اشترطها على نفسه. فمن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت بشاة، لم يتصدق بها إن لم يشف الله تعالى مريضه. ثالثا، ويحتمل أن النهي عن النذر لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر، فنهى صلى الله عليه وسلم عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك. وسياق الحديث يؤيد هذا كما قال القاضي عياض رحمه الله. رابعا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر حرصا على خلوص الطاعات من الشوائب، لأن النذر يجعل العبادة ثقيلة على أصحابها.
إنه أشبه بإلزام البخيل بإخراج شيء لم يكن يريد أن يخرجه من تلقاء نفسه. خامسا، أن عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة، فنهى عنه لأنه فعل البخلاء، إذ السخي إذا أراد أن يتقرب بادر إليه، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولا، كما قال البيضاوي رحمه الله. وليس المراد بالنهي الزجر عنه والتحذير من فعله، وإنما المراد من النهي عن النذر تعظيم أمر النذر وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه. فمن نذر منكم أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يوفي بنذره وأن يطيعه عز وجل، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن نذر منكم طاعة فمات قبل أن يوفي نذره المالي قضى عنه ورثته نذره، فإن نفسه ستكون مرهونة بوفاء نذره. وعلم صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار نذرت أن تذبح ناقته صلى الله عليه وسلم التي أسعفتها بالنجاة من أعدائها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: بئس هذا الصنيع، بئست هذه المجازاة، هل جزاء الإحسان الإساءة؟ إن إيذاء المحسن معصية، ولا نذر في معصية. ثم إن هذه الناقة ليست ملكها، ولا نذر فيما لا يملكه الإنسان، والنذر لا يرد من القدر شيئا، ولكنه يوافق القدر، وله أنواع. أولها النذر المحض أي الخالص، كأن يقول: لله علي حجة، أي أن يحج إلى بيت الله. ويسمى نذر الطاعة المطلق، وهو مستحب، لأن الله أثنى على من وفى به، إلا إذا كان مؤبدا لتكرره عليه في أوقات قد يثقل عليه فعله، كان يقول: لله علي صوم 3 أيام من كل شهر مدى الدهر، أو ختم القرآن كل أسبوع مرة مدى الدهر. قد يأتي عليه أيام لا يستطيع أن يصوم فيها 3 أيام، ولا يستطيع أن يختم فيها القرآن كل أسبوع مرة، كما حصل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ثانيا نذر اللجاج، كأن يقول: إن كلمت زيدا مثلا فلله علي عمره، وهو يريد الامتناع من كلام زيد فيكلمه. ثالثا نذر الطاعة المعلق على فعل طاعة، كان يقول: إن حججت فلله علي أن أذبح شاة بعد الحج. رابعا نذر الطاعة المعلق على معصية والعياذ بالله، كان يقول: إن أكلت لحم خنزير فلله علي أن أصوم شهرا. خامسا نذر المعصية المطلق والعياذ بالله، كان يقول: لله علي أن آكل لحم خنزير، وهذا النذر يجب عدم الوفاء به أيضا، وهو يمين لاغ باطل لا ينعقد، ولا تلزم صاحبه كفارة يمين، مع أن النذر هو من اليمين. سادسا نذر المعصية المعلق على مباح أو على معصية والعياذ بالله، كان يقول: إن أكلت عندك فلله علي أن أصوم أول أيام عيد الأضحى، ومعروف أن صيام أول أيام عيد الأضحى هو محرم، وهذا النذر يجب عدم الوفاء به أيضا، وهو يمين لاغ باطل لا ينعقد، ولا تلزم صاحبه كفارة يمين. هذا ما لدينا في هذا اللقاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.